السلام عليكم احبائي، وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ولاباس عليكم. انا الحمد لله لاباس عليا. مرحبا بكم في القناه من جديد. بغيت نشارككم واحد الحاجه وقعت هاد اليومين. مشيت للمدينه كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو. مشيت لفالو وجبات في وسط المدينه في السونتر، كنسمع الاذان، كنقلب في الجيم ديالي، كنشوف الناس. واخا التليفون ديالي ما فيش الاذان لان في الخدمه ما كنقدرش كيعطيني الاشعار يعني بالاذان، وحنا ممنوع نخليو التليفون شاعل، يعني محيده انا الاذان من التليفون ديالي. ولكن ملي مشيت نفالو وكنسمع كنقلب في تليفوني، كنقول يمكن عندي انا، كنقلب في صاكي ناس دايزين، كنقول يمكن شي واحد مسلم هكا دايز قدامي عنده في التليفون ديالو الاذان ولا شي حاجه. ما فهمت والو. انا كنتمشى والصوت كيتزاد، انا كنتمشى والاذان كيقرب كيتزاد، كنقول شنو هادشي يا ربي. عرفتي واحد لحميت شوكت دابا كنقول لكم لحميت شوكت. يقدر شي واحد مثلا اللي خالق هنايا عنده عاديه مثلا ولا شي حاجه، ولكن حنايا حيت كبرنا في بلاد الاذان، كبرنا يعني هاد الصوت هذا شحال ما سمعته. انا 17 عام وانا ساكنه هنايا في هولندا، يعني الاذان كنسمعوه ملي كنمشيو عطله وصافي، وفي التليفون ولا في الايباد ديالنا ولا شي حاجه. ولكن تسمعوا لايف هكذا وانتينا في هولندا في وسط المدينه في السونتر، تفاجات بصراحه. ما كنتش انتظرت المساله ممكن توقع، ما توقعتش ابدا، لان الهولنديين واخا نعياو نهضروا بزاف كيدوروا فيا وكيعايروني في شي مواضيع هكا ديال العنصريه ولا شي حاجه. كاينه العنصريه في هولندا بالنسبه للناس اللي كيحتكوا مع الهولنديين وكيخدموا وكيخرجوا الزنقه وكيشوفوا الهولنديين. كاينه العنصريه، وكاينه عاوتاني الناس بزاف ماشي عنصريين، ولكن مادام وافقوا ان يرفع الاذان نهار الجمعه في الظهر في السونتر ديال المدينه، مساله كنشكرهم عليها بزاف. تقدر تنسى كاع العنصريه بهذه المساله هذه، تقول ما كايناش العنصريه، يعني بلاد اللي فيها العنصريه ما يقدرش يكون فيها الاذان. وخير عملونا قبيح ماشي مشكل، عملوا معنا حاجه مزيانه بزاف. نهار الجمعه كيترفع الاذان في المسجد التركي، ماشي مسجد مغربي، ولكن ماشي مشكل. المهم وسط المدينه كلشي كيسمع الاذان. انا صورت لكم كما شفتوا في الاول ديال الفيديو، غنخلي لكم عاوتاني ديك المقطع في اخر الفيديو. سمحوا لي ما سمعتوش الاذان كامل لانني عرفتوا علاش. كما قلت لكم كنقلب تعطلت انا ملي بدا الاذان، ما جا واحد باكي طوموبيله وما جا ماشي جهه ديال السونتر، جهه ديال ديك الجامع. كما صورت لكم هذاك هو المكان يعني اللي كيدي الجامع، ولكن ما متيقاش نفسي، يعني كنتاكد كنقلب في صاكي كنشوف شي حد دايز قدامي في التليفون، ويعني تعطلت والاذان خدام. بقى لي غير ديك الطريف الاخر اللي قدرت نصور حتى كان صافي يتسالى. المهم انا بغيت نشارككم هاد الفرحه هذه وهاد الاحساس هذا. ماشي سهله انك تكون تربيتي في بلاد اسلاميه، بلاد فيها الاذان، وتمشي تعيش في اوروبا وتبقى تسمعوا غير في التليفون ديالك، او حتى تمشي عطله للمغرب. يعني مساله صعيبه بزاف والله. الا عرفتي لحميت شوكت. وانا اصلا كنفكر الله يعاوني يا ربي، ودعيو معايا حتى نتوما، دعيو معايا. كنتمنى نبقى انا نهار الجمعه ان شاء الله نمشي نصلي في الجامع، حيت كنحماق على صلاه الجمعه في المسجد. ودابا الظروف ديالي كتسمح، ولادي بجوج بهم ياسين كيمشي للمدرسه نهار الجمعه، كيمشيو يقراو العربيه والقران، يعني ما كيكونوش في الدار. هو وايناس سامي تا هو عنده مدرسه، يعني ولادي ما كيكونوش في الدار. ما عنديش شي حجه انني ما نمشيش نصلي في الجامع. كاين اللي كيقول لك ما خصها تصلي في دارها، ولكن انا كنصلي في الجامع كنحس مزيان، كنتقرب من الله اكثر. كل واحد كيفاش كيشوفها، كاين اللي هو قريب الله يعني في كل بلاصه، في كلاس ديالو في النعاس ديالو، طبعا هذيك الشيء كاينه. ولكن ملي كتصلي في المسجد، ملي كتسمع الاذان كتولي يعني قريبه من ديك الشيء بزاف، يعني كتولي كتخشع. بزاف ناس كيصليو معاك، الصوت اللي كتسمعوا، الحديث اللي كتسمعوا نهار الجمعه، يعني داك الشيء كله كيبقى لك يعني الاسبوع كله في الذهن ديالك. المهم بغيت انا نبقى نمشي نصلي نهار الجمعه. ولو ان يعني المسجد ديالنا المغربي ما كنبغيش نصلي في المسجد التركي، يعني الخطبه كتكون الخطبه كنقصد ماشي الحديث، قبيله قلت الحديث. المهم الخطبه كتكون باللغه التركيه، يعني كنمشي للمسجد المغربي، والحمد لله تو عندنا قريب يعني هنايا الحمد لله عندنا مسجد مغربي. يعني ولكن كنفضل انني فين ما نمشي نتما نهار الجمعه نحضر غير الوقت ونبقى نمشي باش نسمع الاذان، وبعد ما نمشي للجامع باش نصلي الصلاه ديالي. كنتمنى نبقى ديما نلحق هذاك الاذان في ديك الساعه هذيك، وان شاء الله ربي يقدرنا ويعاوننا. المهم بغيت نشارككم هذه المساله هذه لانني واحد الفرحه ما عندي ما نقول لكم. كنحس بان الهولنديين بهذه يعملوا فينا واحد المعروف، ما خصناش ننساوه لهم. واخا يغفر لهم بزاف الحوايج، يعني واخا يعاملونا قبيح، واخا يضحكوا علينا، واخا يقولوا نتوما مسلمين او نتوما مغاربه او لا شويه العنصريه، انا بعدا كنغفر لهم لانهم عملوا واحد الحاجه ما كتعملش. يعني هولندي كما كنعرفنا، الهولندي كيفاش كيفكر من ناحيه ديال الدين بصفه عامه، ومن ناحيه ديال الاسلام يعني الله يسمح لي هذا خاويه.
ولكن ملي تشوفهم يعني وافقوا على ان واخا قال لك انا سقسيت اسماعيل قال لي هو يمكن كان عارف المساله هذه، قال لي غير الصلاه ديال الجمعه يعني غير نهار الجمعه. كنشكر ربي هذيك اللحظه اللي مشيت فيها لفيرلو باش نسمع الاذان. وما عندي ما نقول لكم، المهم كنتمنى يبقى هذا الاذان دائما، لاننا شنو نقول لكم، لاننا على الاقل اذا سمعتي الاذان كتحس براسك شويه قريبه من بلادك، شويه قريبه الدين ديالك، كتحس بان فهاد دوله اسلاميه. بزاف الحوايج طبعا ماشي هكذا، ولكن الاذان نهار الجمعه في وقت الظهر بصح كيبين بان فحال شويه عايشين في دوله اسلاميه، فحال عايشين في بلادنا. وخصوصا ان ديك الساعه هذيك يعني الدنيا خاويه، وفيرلو يعني هولندا ما كتكونش عامره دائما. وفي هذيك اللحظه ديال يعني مو 12 لوحده جوج يعني بزاف الناس في الخدمه ديالهم، يعني كتبان الناس قليلين اللي كيتمشوا، خصوصا الناحيه ديال ديك المسجد ما كيكونش يعني الناس بزاف. حسيت بان الدنيا خاويه والاذان. وانا اصلا كنت اولا طيب سكسو هذاك النهار، طيبت النص فيه وخرجت غير نتسخى ونجي، يعني احساس رائع. ما نكذبش عليكم، بغيت نتقاسموا معكم، بغيت نشارككم هذه الفرحه هذه. وكنتمنى من اي واحد، اولا كنتمنى لاي واحد عايش في دوله اوروبيه ولا امريكيه ولا في اي دوله انهم حتى هما يسمحوا لهم يعني انهم يرفعوا الاذان ولو غير مره في الاسبوع بحال هكذا نهار الجمعه. المهم يحس بنادم شويه، يحس بالماضي ديالو، بالطفوله ديالو. واحد اصلا حنايا الاذان كيبقى في ودنا بعد ما كنسمعوا، واخا ما كاينش لان خلقنا عليه وكبرنا عليه، ودابا كتسمعوا بصح واخا ما تيقتش راسي ولكن جبرتو بصح. المهم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش فين هذا المسجد هذا، اللي ساكنين هنايا في فيرلو او اللي في النواحي او اللي جدادين هنايا اللي ساكنين في فيرلو كيعرفوها، ولكن اللي في النواحي اللي في هولندا، اللي في النواحي اللي في المانيا، اللي كيجي فيرلو مره هذا المسجد ديال التوك ولا ديال الاتراك هو مور اكشن اللي في فيرلو. عندنا مسجد مغربي فيرلو زاود في الجنوب ديال فيرلو، ولكن المسجد المغربي انا باقا ما جربتوش، وباقا حتى واحد ما الناس اللي كنقول لهم كان الاذان ما كيقولوش حتى الجامع يعني حتى المسجد ديال المغاربه حتى هو فيه. غادي نسول على المساله هذه، وكنتمنى حتى هما يكون يعني تكون ديك اللحظه هذيك يعني الاذان كيكون في كل مكان هنايا. المهم بغيت نشارككم هذه الفرحه ديالي. بغيت نقول لكم باننا الاندماج اللي كنهضروا عليه، الاندماج كيكون من جوج النواحي. حنا كنحاولوا نندمجوا بعد ما كتبقاو هولنديين ما كيندمجوش معنا، واخا هذه بلادهم خصهم حتى يندمجوا معنا، يتقبلوا الثقافه ديالنا، الدين ديالنا، نتقبلوا حنايا الدين ديالهم، الثقافه ديالهم، العادات ديالهم، هذه بلادهم. ولكن ملي كتجبر بزاف الناس الله يهدينا، مغاربه، عرب، مسلمين، كيعملوا الحاجات القبيحه، يعني كيتاجروا في حاجات ممنوعه، الكذب، السرقه، يعني الغش في بزاف الحوايج. يعني كتقول مع الاسف يعني حنايا مادام كيعاملونا مزيان، ملي شفت انا دابا هاد المساله هذه حسيت بانهم عاملونا مزيان، عملوا معنا شي حاجه مزيانه ما كتعملش اي دوله مع الناس اللي ساكنين فيها ولا مع الاجانب ديالها. يعني خصنا نحمد الله، نحاولوا نبينوا اننا ناس في المستوى، اننا مسلمين حقيقيين، لان الاسلام هو كما كتعرفوا السلم والخير والكلمه الطيبه والمعامله الحسنه وكل شيء. يعني كنتمنى نبينوا لهم، نحاولوا واخا حنايا كاجانب هنايا كناس الناس اللي مزيانين كيحاولوا يعني عايشين في هذه البلاد وهما كيتعذبوا لانهم كيحاولوا يبينوا للهولنديين بانهم ناس مزيانين، بان داكشي كتسمعوها ماشي صحيح، بان داكشي اللي كيوقع ماشي كلشي كيعملوه، بان كاين ناس مزيانه واخا كاين ناس قبيحه. يعني كتحاول يعني يوميا، انا بعدا يوميا مادام كنخدم وكنخرج كنعيا في الليل، كتجبرني عيانه. علاش؟ لان ملي كنفيق وانا كنعمل جهدي باش نكون انسانه مزيانه، كنغطي على الاخطاء ديال وحدين اخرين. واخا تقول لي بزاف يقولوا لي انت ماشي مسؤوله على الاخطاء ديال وحدين اخرين بلادنا، لا، ولكن هنايا كاجانب كيعاملونا بالاخطاء اللي كيعملوهم وحدين اخرين. يعني خصك دائما تبين بانك واخا مسلمه اولا مغربيه ولا مسلمي ولا مسلم اولا مسلمي اولا مسلم اولا مغربي، انك انسان في المستوى، انسان طيب، انسان مربي مخلق باش يعاملوك مزيان، وباش يعني كنعملوا جهدنا باش نبينوا بان الناس مزيانين. عليها خصنا نزيدوا في داك الشيء، نزيدوا باش كما هما عملوا لنا هذا المعروف هذا. انا كنشوفه معروف لانهم ماشي مجبرين ابدا انهم يوافقوا على رفع الاذان بالميكروفون في الزنقه يوم الجمعه. يعني هذا معروف، خصنا ما نساوهش ابدا، وخصنا نوضوه لهم حتى حنا بالمعروف. نحاولوا نكونوا ناس في المستوى كمسلمين كاجانب. كنتمنى الفيديو يعجبكم. هذا الفيديو ما فيه حتى شي حاجه لا روتين ولا فلوغ ولا معلومات ونصائح، شويه معلومات ونصائح طبعا، ولكن هذا الفيديو هو خاص بالاسلام والاذان
والمعامله ديال الهولنديين الاجانب والمعامله ديالنا اللي خصنا نردوها لهم حتى حنايا بالمثل. المهم انا هكذا كنشوفها كنتمنى تكونوا متفقين معايا، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وكنتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناه. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا لانني حبيت الاذان اللي سمعته والله ولحميت شوكت وباقا مشوكه لحد الان حتى تجي الجمعه ان شاء الله ونمشي نسمعو. كنتمنى نمشي في اللحظه اللي كيكون فيها الاذان، لان كتعرفوا يعني لحظه الاذان قصيره بزاف، اولا بقات ما كنتسنى حتى ياذن. المهم وغادي نشوفوا واش فيرلو يعني ولا في الجامع ديال الجامع المغربي يعني واش هو فيه الاذان باش نتاكد من المساله هذه ونقول لكم عاوتاني. شنقول لكم، خليكم في رعايه الله، تهلاو في راسكم وبسلام عليكم، وكنحماق عليكم كاملين، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وعلى فكره المره الجايه اما نخلي لكم بوست اولا غادي نحط لكم فيديو بالمواعيد اللي نبقى نحط فيهم الفيديوهات، المواعيد ديال اللايفات، باش نبقاو على تواصل، لان كما عارفين القناه ديالي شويه مبلوكيه، يعني بغيت نبقاو على تواصل عن طريق يعني مواعيد. اذا قلت لكم مثلا انا نحط الفيديو 3 الجمعه او 4 و2 ولا شي حاجه، غادي يعني تسناوني في ديك الساعه وفي ديك النهار اللي قلت لكم، واخا ما تكونش مفعل الجرس او واخا يكون يعني ديك الجرس مبلوكي. المهم نخليكم في رعايه الله، تهلاو في راسكم وبسلام عليكم، باي باي.